هنا امام يروح يضغط تاني على دونجا الراجل بتاعه، بس هنا امام واقف مش مركز تماما ولا مراقب حد. دونجا في المساحه وبيطلب الكره وفعلا بيستلم ويطلع بالكره من غير اي ضغط. وزي ما قلنا دور امام الاساسي في الضغط انه يضغط على المسلوسي وفي نفس الوقت يقفل زاويه التمرير على دونجا. هنشوفه هنا بيروح يضغط على المسلوسي من غير ما يعمل اسكان على دونجا ولا يعرف مكانه. هنا بضغط ضعيف جدا دونجا بيتحرك في المساحه اللي ورا امام ويقدر يستلم الكوره، بس لولا تصرفه السيء فيها كان طلع بالكوره عادي جدا. كوره كمان مهمه جدا، هنا راحت له في خط النص وفنت غريب جدا تتقطع منه. بص ارتداده البطيء جدا، مش بس كده، لاحظ عمر هنا بيتحرك في ظهره في المساحه برضه ما عملش سكان ولا شاف عمر. تاني زيزو تاني يتحرك في المساحه في ظهره، ولا سكان ولا ضغط ولا اي رياكشن مع الكوره تروح لناصر، وبرضه هو قاعد بيتمشى وبيتفرج. وكانت فعلا هجمه خطيره على الاهلي، فكان ضغط امام معدوم والمسانده الدفاعيه بتاعته تقريبا معدومه. مع